بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية لكل المتابعين. صدم المغاربة بتأسيس لجنة برلمانية للصداقة مع إسرائيل، وتأتي هذا التأسيس في ذكرى النكبة، ذكرى التي هي مليئة بالحزن، ذكرى التي نتذكر فيها الشهداء الذين سقطوا، نتذكر فيها اغتصاب الأرض، نتذكر فيها المجازر التي ارتكبها المجرمون الصهاينة في أرض فلسطين. بمناسبة هذه الذكرى يعلنون هم صداقتهم، وبالطبع التاريخ ليس اعتباطي، فهم يقدمون هدية للصهاينة في عيد استقلالهم كما يزعم الصهاينة. فإذا كانت هي ذكرى النكبة بالنسبة لنا، فهي ذكرى للاستقلال بالنسبة للكيان المحتل. فهؤلاء يعبرون عن ولائهم، يعبرون عن ميولاتهم، يتكشفون أمام الشعب لكي تظهر حقيقتهم وحقيقة من ورائهم. هؤلاء مع المجرمين، مع القتلة، مع الغاصبين للأرض، مع المنتهكين لمقدسات هذه الأمة. وشيء طبيعي أن يكون البه شاسع بين خيار الشعب وبين خيار هؤلاء، لأن هؤلاء ليسوا منبثقين عن الشعب، هؤلاء منبثقين في أجواء تطبيعية، هؤلاء منبثقين والمغرب تحت الحماية الصهيونية. فهو برلمان أسس ووجد لكي يصادق على اتفاقيات التطبيع ولكي يؤسس هذه اللجان. ويا ليت الأمر توقف عند الذكرى التاريخية، بل ويتم الإعلان عن هذه الصداقة، ولم ننسى بعد العدوان على الفلسطينيين في غزة وتقتيلهم للنساء وللأطفال وللرجال وهم آمنون في بيوتهم. وكذلك يأتي هذا الإعلان والمستوطنون اليهود الصهاينة يتوعدون المسلمون في القدس وفي القدس الشرقية بمسيرة الأعلام، ويريدون أن يدخلونها إلى المسجد الأقصى تهديدا للمسجد الأقصى. ففي الوقت الذي تمر منه الأمة بمرحلة عصيبة من العدوان والجرأة والتهديد لمقدساتها ولأرواح رجالها ونسائها في أرض فلسطين، نرى هؤلاء يتسابقون لكي يعلنوا صداقتهم للكيان المحتل. هم يعلنون صداقتهم لليهود الصهاينة، والشعب المغربي يعلن صداقته للفلسطينيين المستضعفين، الشهداء والأسرى والمحاصرين في غزة والمضطهدين في القدس والمرابطين في المسجد الأقصى. وشتان